السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، النهارده جايين لكم في فيديو جديد ويا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نشترك في قناة عالم حنان ونفعل الجرس بكلمة الكل ونحط اللايك الحلو، اللايك الجميل، عشان بالله عليكم ده اللي بيرفع الفيديو. وكومنت عسل كده مسكر زي فانزاتي. ونشوف بقى هنعمل مع بعض النهارده ايه. كيكه باللبن البودره. انا ما عنديش لبن حليب ولا عندي زبادي ولا عندي حاجه، فتلاقيت عندي لبن بودره. عايزه اعمل كيكه فتلاقيت عندي اللبن البودره، ما اعملهاش؟ لا طبعا هعملها. هنشوف بقى المقادير مع بعض. بصوا حبايبي، دول كوبايتين دقيق منخولين 3 مرات 4 على قد ما تقدروا نخلوهم. دول كوبايتين دقيق، تمام. ودي كوباية سكر حبيبات عادي. وعندنا معلقتين كبار لبن بودرة. لو اللبن البودرة ما عندكوش سايب، هاتوا كيس لبن بودرة نيدو، اللي هو الكيس الصغير ده. لا كيس لبن بودرة نيدو لمعلقتين لبن كبار. وعندنا هنا معلقة صغيرة خل. وهنا عندنا نص كوباية زيت. الكوباية دي حبايبي اللي معايرة بها كل المقادير. المقادير بتتعاير بكوباية واحدة، يعني الكوباية دي عاملة بها الدقيق والسكر والمية والزيت. بس انا مفرغوهم في اطباق عشان ايه؟ بشتغل بنفس الكوباية يعني، فما عنديش منها كتير كنت حطت لكم. فنفس الكوباية تعايروا بها كل المقادير. والمقادير يا حبايبي لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني تخرجوها من التلاجة قبلها بكتير قوي ساعة او نص ساعة. وعندنا كوباية مية دافية برضو من نفس الكوباية دي كوباية مية دافية. وعندنا هنا بقى يا حبايبي كيسين فانيليا وكيس بودر و3 بيضات وذرة ملح اهي، ذرة ملح. وطبعا دي الصينية مدهونة زيت ورشنها دقيق. انا بجهزها قبل ما احضر المكونات، بجهز الصينية وبعد ما احضر المكونات بسخن الفرن الوقت حبايبي ساخن على درجة حرارة 180. اللي ما عندوش درجات يبقى في المتوسط. كل اساسيات الكيكه دي عشان تبقى ناجحه معاكم يبقى الفرن على درجه حراره 130 او في المتوسط. بتسخنوه وبعدين تبداوا بقى تحضروا المكونات وتعملوه في الكيكه. فهنحط دلوقتي في الخلاط مع بعض. هنجيب بقى الخلاط كده. هنحط في الخلاط ايه يا حبايبي؟ هنحط في الخلاط البيض، ال3 بيضات. دلوقتي حبايبي حطينا ال3 بيضات، هننزل عليهم باكوين فانيليا. هي كل بيضه بتاخد باكو فانيليا بس مش مشكله، يبقى احنا حاطين ال3 بيضات وباكوين الفانيليا. هنحط يا حبايب قلبي كوبايه السكر، وهنضربهم. البيض بالفانيليا بالسكر يا حبايبي هيتضربوا اول لحد ما يبقوا كده ايه لونهم فاتح. البيض بالسكر هنضربه لحد ما لونه يبقى فاتح، وبعد كده ننزل بشوف بقيه المكونات. دلوقتي يا حبايبي اللون افتح اهو. ضربنا ال3 بيضات مع الفانيليا مع كوبايه السكر، لونهم افتح اهو. هننزل عليهم بقى بايه؟ هنشوف مع بعض اهو. دي يا حبايبي كوبايه الميه الدافيه، هنحط عليها معلقه. دي كوبايه ميه سخنه، يعني بتغلوها على النار وتسيبوها كده ايه لحد ما الغليان بس يخف سنه. هنحط عليها معلقتين اللبن البودره او كيس اللبن، وهنقلبها بالمعلقه قبل ما نحطها في الخلاط. يبقى دي كوبايه ميه دافيه غليناها على النار وسيبناها تدفى. هننزل عليها بكيس لبن نيدو بودره او معلقتين كبار ده بهمت، هنحطهم اهو يا حبايبي. هننزل بقى بايه؟ بكوبايه الميه اللي عليها اللبن البودره. وبرده هنضرب ضربه
شويه كده لحد ما يختلطوا مع بعض، واحده واحده كده هتديها هشاشه وهتبقى حلوه. مش لو كل المكونات في الخلاط، انا كان ممكن اعمل كل المكونات في الخلاط عادي على بعض واضربهم، بس كده هتديها هشاشه حلوه. هنضرب بقى اللبن بالميه ونيجي مع بعض. دلوقتي حبايبي ضربنا اللبن اهو، شوفوا لونه ابيض، الخليط لونه ابيض وحلو ازاي. هنحط الغطا بقى بتاع الخلاط كده، وننزل بنص كوبايه الزيت من فتحة الخلاط واحدة واحدة واحنا بنضرب. بس انا مش هجيب لكم بقى الضرب عشان الصوت، احنا هننزل يعني ايه، هننزل بها كده سرسوب واحدة واحدة كده اهو، احنا بنضرب لحد ما تخلص كلها. الخليط اهو يا حبايبي، بعد ما نزلنا بالزيت سرسوب سرسوب والخلاط شغال بقى كده، شوفوا لونه كريمي وحلو ازاي. والصينيه اهي مدهونه زيت، الصينيه ده على قد كوبايتين الدقيق. وهنا بقى كوبايتين الدقيق المنخولين، حطيت عليهم رشه الملح اللي انتوا شفتوها، وهحط عليهم البودر وهقلبه بالمضرب السلكي كده على الناشف اول. حطينا باكل بودر اهو حبايبي ورشه الملح، هنقلبهم بقى مع بعض كده اهو بالمضرب السلكي عشان كله يخش في الدقيق، ما يبقاش حته وحته. هننزل بقى يا حبايبي بخليط ايه، الكيك اللي في الخلاط. وهنقلب بقى، هنقلبها بقى بالمضرب السلك مع بعض. لونها جميل وفكره حلوه للي ما عندوش لبن ولا زبادي ولا عصير برتقال ولا اي حاجه. وممكن تتعمل بالميه كده عادي. في مره هعمل لكم كيكه الصيامي اللي لا فيها بيض ولا فيها بتاع ده لبن ولا فيها الحاجات دي. فدي فكره يعني. وحاكم اللبن البودره بيديها طعم احلى من اللبن الحليب اللي هو العادي، وجربيها ومش هتندمي. هنقلبها ونحطها في الصينيه. دلوقتي يا حبايبي قلبناها اهو بالمضرب السلك لحد ما كل الدقيق دخل في الخليط. هنحط بقى ايه، معلقه صغيره خالص خل من معلقه الشاي، ونقلب. دي ما بتتحطش الا في الاخر. هننزل بقى الخليط في الصينيه يا حبايبي المدهونه زيت ودقيق. شوفوا لون الكيكايه، والله يا حبايبي ريحتها تتاكل كده. هندخلها بقى الفرن، هو ما تطلع من الفرن نيجي نشوفها بقى. دلوقتي يا حبايبي انا دخلتها الفرن، بس مش هفتح عليها الباب الا بعد ربع نص ساعه كده نفتح عليها الباب. يعني من ربع ساعه لتلت ساعه كده ما نفتحش الفرن عليها عشان ما تهبطش. واما تطلع بقى معانا هوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي ده شكل الكيكه. كيكه خرجت اهي من الفرن، شوف شكلها، نسميها كيكه البركان. من كتر ما هي هشه وعاليه، حكم هي مش محروقه ولا حاجه، ده هي طريه جدا. وهقطعها معاكم دلوقتي عشان اوريكم منها حته. فانا اختبرتها بقى ازاي يا حبايبي. ما تفتحوش الفرن عليها زي ما قلت لكم، تختبروها بقى بخله او بتاعه شيش طاووق. لو طلعت نضيفه تبقى استوت، لو طلعت تبقى صباها شويه. فده شكلها معانا. هنسميها بجد كيكه البركان. شوفوا عامله ازاي، تشققات ومن كتر ما هي هشه ومظبوطه. فنقطع بقى مع بعض كده. يا حبايبي قطعت لكم حته كده معايا، شوفوا بقى لونها وارتفاعها، وهشه وطريه جدا. ده كل ده ارتفاع والله يا حبايبي، كل ده هو ارتفاعها، وطريه وهشه وجميله. شوفوا قلبها من جوه، شوفوا قلب الكيكايه من جوه ابيض وزي الفل. شوفوا ارتفاعها قد ايه يا حبايبي، ارتفاعها قد ايه. دي كيكه اللبن البودر، وريحتها ما اقدرش اوصف لكم. شوفوا ارتفاعها اهي يا حبايبي. فهنعمل بقى شويه شاي كده بقى وناكلها مع الشاي. هتشوفوا طبعا التقديم في الصوره المصغره. تقديم الكيك بقى هتشوفوه في الصوره المصغره. وارجو يا حبايبي لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، عشان مشتركين يكتروا بيكم كده، وقناتي تكبر بيكم ومعاكم. وتحطوا اللايك الحلو واللايك الجميل وكومنت جميل كده من فانزات الحلوين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.